تستغل الشباب ديت بدل ما جماعات تانية تستغلهم للانحراف، نوفر لهم وظائف، نوفر لهم استصلاح للأراضي، نوفر لهم أي حاجة تخلي الناس ديت، الناس اللي هم الجماعات اللي هي متطرفة ديت ما تدفعش الشباب دي ليها. وهي بمجرد ان يتم البدء في تعمير سيناء بطبيعة الحال هتبدأ تنحصر كل الأعمال الإرهابية ديت، لأن طبعا ما أنا بقول لك الإرهاب جبان مش هيقدر يعيش في وسط الناس يعني. حضرتك يعني لما تبقى منطقة تلك مساحة مصر يبقى عدد سكانها نص مليون نسمة، يعني مش ممكن 30 سنة نص مليون نسمة في سيناء وهي تلك مساحة مصر تقريبا على ما اعتقد، يعني على حسب معلوماتي يعني معرفش. 61,000 كيلو زي ما الأستاذ عماد بيقول. يعني مساحة كبيرة، يعني تستعيد حوالي أكتر من 3 مليون يعني أو أكتر يعني. صحيح. احنا نتمنى يا عبير إن شاء الله إن نرى كل ما تحدثنا عنه عبر سنوات كثيرة عن تنمية سيناء، نراه أمر واقع. يمكن احنا بدأنا في قناة السويس، نتمنى أن نرى أيضا مشروعات حقيقية في عمق سيناء. يعني هم جيدوا لمظاهرات وجيدوا عايزين دعوة كده تنزل على الفيسبوك تعالوا نعمر سيناء يعني. صحيح. بنشكرك يا عبير، نورتينا على موجة صوت العرب. حضرتك الكريم، شكرا ليك. معانا تليفون كمان يا استاذ عماد، معلش. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك احمد عبد السلام من باب اللوق، تحياتي لكم ولصوت العرب. تحياتنا لحضرتك يا فندم. تحياتنا طبعا للسيد الباحث الكبير العالم الكبير السيد عماد. اشكرك. والله انا اولا نمرة واحد قبل ما اتكلم مع حضرتك في الموضوع اعلاميا لا يكفي هذه الحلقة. الحلقة دي في صوت العرب لا تكفي، ولكن اعلاميا لابد من نشرها على كافة الاذاعات والتلفزيونات والمحطات التلفزيونية وفي الجرائد، لان ده اكتشاف خطير. تمام. بلا شك يا سيد عماد. اكتشاف خطير، فاعلاميا لابد من نشره بطريقة اوسع واوسع واوسع. ادي رقم واحد. نمرة 2 حضرتك بقى حددت ان مجمع البحرين خليج العقبة مع خليج السويس. ايوه يا فندم مظبوط. يبقى التقاء البحر الاحمر مع البحر المتوسط. لا، لفظ مجمع في لسان العرب يقول جماعة الشيء المتفرد فاجتمع، يعني خليج العقبة وخليج السويس اجتمعوا هما الاثنين في البحر الاحمر، وبقى حاجة واحدة يعني. بلفظ المجمع. نعم. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول التقاء، ولكن اللفظ دقة اللفظ القرآني مجمع، ان انت تجمع شيئين في مكان واحد. وعندنا في المثل الدارج في الريف مثلا يقول لك المجمع الحاجة بتحط فيها الشاي والسكر، واخد بالك. المجمع تجمع فيه شيئين يجتمعوا في مكان واحد. وهنا في لفظ مجمع البحرين لما قال النيل مع المتوسط عند راس البر ورشيد مثلا، المرج البحرين يستطيع. هنا مجمع بقى. ده هنا تختلف عن المجمع، لان هو بالصور الاقمار الصناعيه يا استاذ عماد مرج البحرين بيبان المياه العذبه من الماء المالحه ما بيختلطوش، لا يختلطوا فبالتالي هم ما اتجمعوش مع بعض. نعم. صحيح. دي النقطة رقم واحد. نقطة الصخرة موقعها بقى فين حضرتك؟ الصخرة يا اخر، الصخرة موجودة اسمها ويطلق عليها سياحيا في راس محمد بصخرة الاسد، وهي اخر نقطة في اليابسة في جزيرة شبه جزيرة سيناء. يعني لو خدت حضرتك خط مستقيم من فوق من شمال سيناء وفضلت ماشي في الخط ده هتلاقي نفسك وقفت عند الصخرة دي، وهي اخر نقطة في اليابسة. وعندها بالظبط تقدر تشوف مجمع البحرين، تشوف التقاء خليج العقبة مع خليج السويس. وما زالت موجودة وتشبه الاسد الجاسم، يعني زي ابو الهول كده، صخرة عملاقة جدا، والاجانب بيحبوا يتفرجوا عليها ويتصوروا جنبها. ما شاء الله. واسمها صخرة الاسد، وصخرة رائعة وفيها روحانيات جميلة جدا. نعم. جدا هنا. لابد نشر الكلام ده سياحيا يا سيد عماد ان شاء الله. المياه الضحلة بقى اللي فيها الحوت، البحيرة اللي موجودة قدام الصخرة مباشرة وما زالت موجودة. دي المكان اللي اتخذوا الحوت سربة وعجبة حتى يخرج إلى المياه العميقة. نعم. ويبعد عنها الرصيف عن الصخرة حوالي 300 متر، الرصيف اللي رست عليه سفينة الخضر. نعم. وهو يجتاز الحائط المرجاني لمسافة حوالي 50 متر للمياه للغاطس اللي في البحر. نعم. وعرض الرصيف، والرصيف ما زال موجود، والرصيف برضه يعتبر ده شاهد اثري الوحيد اللي تركه الانسان في المكان. نعم. عرضه من 6 ل 8 متر. وانا اتمنى ان احنا نعمل رحلات هناك على نفس الرصيف دوت، عندنا نعمل سياحه دينيه للدول العربيه نطل على البحر الاحمر، ونشر هذا الموضوع اعلاميا على مدى اوسع واوسع. والله اتمنى دور الدوله بقى. هو طبعا الاهم من النشر كمان ان اهم التفعيل، اهم حاجه ان احنا الناس المسؤولين
يعني يوصلوا فعلا الى حاجة تنفيذية في الاطار ده، ويتعاونوا مع الباحثين في كل المجالات مش بس في البحث الاثري. بنشكرك يا استاذ احمد، نورتنا على هواء صوت العرب، شكرا جزيلا. معنا تليفون كمان. الو، السلام عليكم، مع حضرتك بسام الشماع. اهلا اهلا استاذ بسام، ازي حضرتك؟ اهلا بيكم واهلا بالاستاذ عماد مهدي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ بسام. في عجاله عايز اقول في نقط سريعه كده، اسمحوا لي على المنبر التليد لصوت العرب اللي هو بيشتغل كاعلام وبيوصل الفكر الاثاري والفكر التاريخي، لان احنا كان عندنا لمده طويله جدا في ازمنه سابقه فكره المتحدث الاوحد في التاريخ، ودي مهمه قوي. اللي انتوا بتعملوه دلوقتي ده معناه انه يوجد اكثر من صوت واحد في التاريخ، واكثر من فكره ونظريه تتحول ان شاء الله الى حقيقه. صحيح. فهذه رساله اعلاميه، احنا ده طبعا مهمتكم ولكنكم بتعملوها باجاده الان، فدي الرساله نمره واحد. الرساله نمره اثنين الى الاستاذ عماد، انت اجتهدت وعملت مجهود كبير جدا وسافرت وطلعت تصاريح، واحنا عارفين ان تطليع التصاريح شيء ليس بالهين في بلدنا. يبقى من ضمن الحاجات اللي اتعلمناها من الاستاذ عماد ومن تجربته الجميله اللي احنا حضرناها له في محاضره في مكتبه مصر العامه بالزاويه الحمراء، وهي بالمناسبه منظومه جميله ثقافيه في حي الزاويه الحمراء على اعلى مستوى اتحدى به مكتبات امريكا والغرب. جميل. يعني يا ريت تروحوا كصوت العرب، تروحوا تغطوا هناك، لان المنطقه هناك في منتهى الرقي والثقافه في حي الزاويه الحمراء. اكيد. هذا المجهود اللي عمله الاستاذ عماد في ان هو يطلع التصاريح ناخده منه تجربه في رساله الى كل مسؤولينا من اول المحافظين لكل الوزراء، لما شباب يروحوا يحاولوا يطلعوا تصريح في دراسه معينه، سهل لهم الموضوع ده، يعملوا له عمليه تسهيل. بلاش تصعبوا الاوراق وبلاش تصعبوا البيروقراطيه، لان ده بيجعل ناس كتيره جدا تحبط وتقع في وسط الطريق. الاستاذ عماد كان مصر، ربنا اكرمه اولا واخيرا باصرار وبعلم وبدراسه. في غيره مش هيمشي بنفس الاصرار ده، في اول حيطه هيخبط فيها هيروح متدور وراجع تاني. فتخيلوا بقى يا مسؤولين في كام واحد احنا خسرناه زي عماد كده اهو، انه ما كملش. طيب استاذ بسام، هل الاثريين ممكن يكون لهم يعني شكل من اشكال التعاون مع بعض، بحيث ان هم يسندوا بعض في المواقف ديت ويساعدوا بعض بعيدا عن يعني المسؤولية الادارية للدولة، لان كما ذكرت حضرتك متعبة الى حد كبير، حتى يعني يقضي الله امرا كان مفعولا، ونشوف يعني شكل جديد للتعاون الاثري ما بين الباحثين وبين الدولة. امين يا رب. كان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده بالذات، يعني الموضوع بتاع الاستاذ عماد ده بالذات، وهذه الدراسه يعني القيمه كانت دليل على تعاون المهتمين. سيبك كمان مش اثريين بس، ده انت مهتمين بالموضوع. فوجدنا ناس بتمد ايديها لنا علشان نوصل الفكر للشعب كمان، يعني عبر محاضرات. مش عايز اقول لك مثلا لما بنيجي نتعرف على مكتبه او مكان علشان يلقي فيه المحاضره، بيبقى الموافقه ما فيهاش تفكير، يعني الموافقه على طول بتيجي. عندنا صوت الازهر الشريف على النت، اخذوا الموضوع وعلى طول راحوا حاطينه على الانترنت بتاع الازهر الشريف. دي خطوه رهيبه، انا الحقيقه بهني الاستاذ عماد عليها، لان الازهر الشريف ياخد هذه الدراسه ويحطها عنده على النت. عايزين بقى الفقرات كده، فالتعاون بين كل الناس مش الاثريين بس ظهر جدا عند، ما عشان كده انا بقول لك تجربه الاستاذ عماد دي تجربه بعيد عن ان هو اثبت ما اثبته، دي تجربه تستحق الدراسه بقى، ان احنا تجربه ثريه هو قدر يوصل زي ان ربنا اكرمه والناس كلها التفت حواليه. مجرد بقى ان انت تلتف وتوصل الفكر للشعب ده شيء جميل. دائما وابدا في الاخر خالص بيجي لك السؤال بقى المنتظر اللي احنا كلنا حافظينه، وبعدين الخطوه صحيح. اللي جايه ايه؟ فين وزاره السياحه؟ انا افهم بقى دلوقتي المسؤولين بقوا بيستمعوا للاعلام بشكل كبير. ارفع سماعه التليفون يا وزاره السياحه، كلم صوت العرب، هات نمره التليفون عماد، تعالى يا عماد اعمل لنا تصور، وهو موجود عنده التصور ده بالرسومات بقى والجرافيكس، ويقعدوا مع الشباب الحلو، يلا هنعمل سياحه في راس محمد 1 2 على
وزارة الداخلية ارجوكم ما تدوش تصاريح، او المحافظة ما تدوش تصاريح لبرامج مقالب تعمل الحاجات دي في راس محمد. الاستاذ عماد ورانا صور مش عايز اقول لك يعني يشيب لها الولدان او مفارق الولدان كمان من القمامة والدمار اللي سابوه. برنامج معين جه في رمضان اللي فات استخدم فيه المراكب والطيارات ورفع علم الكيان الصهيوني على راس محمد. فحتى لو كان ده تمثيل، حتى لو كان دوت، لا طبعا لا يجوز طبعا. لا يجوز طبعا. انت متخيل في كام الف واحد مصري دمه موجود في الحتة دي علشان يدافع ويرجع لنا سينا؟ لسه في مسار حفر القناة مطلعين رفات جنود يعني انت متخيل قد ايه العيلة بتاعت كلنا، مش العيلة بتاعت الشهداء، كلنا زعلانين قد ايه ان العلم يترفع بتاع الكيان الصهيوني على راس محمد، على الحتة اللي ورانا فيها الاستاذ عماد صور هذا البرنامج. يجب ان يعاقب هذا البرنامج، ويعاقب بان هو يدفع مبالغ علشان ينظف هذه يا اخي نظف بعد ما تمشي حتى يا اخي. يعني لازم يبقى في مسؤولية طالعه علينا. اخيرا عايز اقول لك التجربة اللي انا شفتها بعينيا عند الناس اللي حضروا من شباب عنده 10 سنين و12 سنة، وخد بالك دي يعني الدراسة بتاعت تربية اجيال، دي دراسة يعني دي دراسة ثرية وعايزة ناس قاعدة دماغها يعني شغالة. وبعدين خد عندك بقى جغرافيا وتاريخ ودين وتفسير قرآن، وكمان عندنا سياحة وآثار وتاريخ وجيولوجيا. أستاذ بسام، يعني الحقيقة الحديث يطول مع حضرتك في صحبة يعني الباحث الكبير بسام الشماع، وأيضا الباحث الكبير عماد مهدي، لكن يعني وقتنا أوشك على الانتهاء. بنشكر مداخلة حضرتك معانا، وإن شاء الله لنا لقاء على هواء صوت العرب مع حضرتك. نشكرك يا فندم.